السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم سومة من قناة ميدو سومة. طبعا انتوا وحشتوني جدا، ده اولا. ثانيا انتوا شفتوا امبارح محمد عمل فيديو عن اختطاف ياسمين اخت احمد حسن. الفكرة بتاعتنا ان احنا كنا شاكين ان موضوع خطف ياسمين او اختفاء ياسمين ليه علاقة بفيديو هو كان عامله على قناة صاحبه بونجك، ان هم كانوا جايبين صندوق اسود وفي حاجات سحر اسود وحرقوه والنور اتطفى وحاجات كده كتير، وهو نزل فيديو واحد بس من الموضوع ده وقال انا هنزل لكم فيديوهات تانية. فاحنا كنا شاكين ان موضوع اختفاء ياسمين ليه علاقة بالموضوع ده. انا هسيب لكم دلوقتي، هحط لكم الفيديو تشوفوه فوق اللينك بتاعه اللي محمد عمله امبارح، وبرضه هحط لكم الفيديو بتاع بونجك في الديسكريبشن تحت. تمام. الخبر بقى اللي انا طلعت اقوله دلوقتي وما قدرتش استنى، الحمد لله الحمد لله احمد حسن لقى ياسمين اخته، لقاها في مستشفى. هو كتب كده على الستوري بتاعته على النت. صاحبه اكرامي عمل فيديو قال ان هو احمد حسن لقى ياسمين في المستشفى، وهو قريب هيطلع يعمل فيديو على قناته وهيقول ايه اللي حصل بالظبط وهيطمن الناس، وياسمين شخصيا هتطلع تتكلم في الموضوع ده وتقول ايه اللي حصل لها من اول ما اختفت لحد ما لقيوها في المستشفى وايه هي التفاصيل بالظبط. عامه مجمل الموضوع ان هي بخير وكويسه الحمد لله، والموضوع ما طلعش مقلب ولا حاجه، وما طلعش ليه علاقه بالفيديو اللي هو كان عامله بتاع السحر الاسود، وما طلعش ان هو عامل مقلب في الجمهور بتاعه. بقول الف حمد لله على سلامتك يا ياسمين، وان شاء الله محدش يشوف اي شر في اولاده او بناته. ده كان خبر النهارده ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.